يعني 200 جنيه في اليوم هم مكفيين البني ادم؟ عنده اسره وايجار شقه وبيت وكهرباء ونور ووعايه وعلاج ومستشفيات ودروس ومدارس. انا عن نفسي ما توتش السمك ليه اكتر من 3 سنين بسبب غلو. يعني ايه مثلا ان كل واحد بيبيع بمزاجه؟ فين الرقابه على الحاجه؟ احلى متابعين، اهلا بيكم. النهارده مش طالعه اقول وصفه او اعمل معاكم وصفه ولا اي حاجه. النهارده طالعه اتكلم عن غلاء الاسعار. غلاء الاسعار اللي بقى حديث كل الدنيا، اللي بقى في كل حته الناس بتتكلم عن الاسعار اللي ولعت، اللي الناس مش خلاص ماشيه تكلم نفسها بسبب غلاء الاسعار ده. يعني زاد بطريقه غريبه. مش هتكلم عن مسؤولين ومين المسؤول ومين اللي السبب في كل اللي بيحصل ده. انا كل اللي هتكلم عليه ان انا نازله النهارده اجيب مثلا شويه طلبات للبيت، الاقي كل محل بسعر. رحت عند محل لقيت كيس المكرونه ال 400 جرام اللي لما تيجي تعمليه ما يكفيش عيل، الاقي كيس المكرونه ب 17 جنيه. رحت عند المحل التاني لقيته ب 14 جنيه. رحت اشتريت، ما هو اقل بقى بكتير من التاني. لقيته هو جاي بيقوله انت ازاي بتبيع بالسعر ده؟ ده المكرونه وصلت ل 17. الراجل كويس وعايل هم الناس ومش عايز يغلي، وهو عارف الاسعار الجديده على فكره، بس هو مش راضي يغلي. رحت انا بقول له ما انت عندك الحاجات لسه بالسعر القديم، انت شاريها بالسعر القديم، لما تشتري الجديد ابقى غلي. راح قال لي وانا اروح ابيعها رخيص واروح اشتريها غالي؟ طب يا سيدي ما انت هتشتريها هتعلي برضو، هتعلي السعر. ازاي يعني كل واحد بيبيع بمزاجه؟ يعني هل المسؤولين عارفين اللي بيحصل ده؟ فين الرقابة على الحاجة؟ يعني كنا زمان اللي بيعلي سعر ممكن يتسجن فيها. كانت التسعيرة واحدة في كل البلد من أسوان لإسكندرية، تسعيرة واحدة على الحاجات. دلوقتي بقى كل واحد بيعلي بمزاجه، تروح المحل ده غير المحل ده دلوقتي وبيبقوا جنب بعض. انا مش بتكلم على كل الناس، في ناس كويسة وفي ناس بتراعي الناس وبتراعي ان هما يعني الدنيا غليت ومش بتغلي بالطريقة الاوفر قوي، وفي ناس لا. انا بقى عايزة افهم، احنا دلوقتي فريسة للتجار ولأصحاب المصانع واصحاب المحلات اللي عندهم افتراء شوية، ولا المسؤولين عارفين اللي بيحصل ده ولا ايه؟ ما انا عايزين نفهم. يعني اللحمة الفراخ خلاص مش مهم اللحوم، مش مهم لحمة ولا فراخ، مش مشكلة. طيب ناكل ايه؟ تروح مطعم الفول والطعمية عشان خاطر تجيب فطار عادي الصبح، يقولك لا اقل حاجة ب10 جنيه، ما ينفعش ابيع باقل من 10 جنيه، وعشان خاطر يديلك ب10 جنيه شوية فول قد كده ما يكفوش واحد. طب ناكل ايه؟ البقوليات، الرز اللي قرب على 40 جنيه، العدس اللي العيال ما بترضاش تاكله. العيال لو عملت عدس العيال مرضوش. عدس ايه؟ العدس بقى ب80 جنيه، بقى ب80 جنيه. الدقيق بقى بكام؟ الزيت لما كان ب20 جنيه كلنا اتخضينا، يعني لما وصل ل20 اتخضينا. دلوقتي بقى ب90 جنيه. ازازة الزيت ما تكفيش كام يوم. طب يعني احنا هنوصل لحد فين؟ فعلا الناس تعبت، الناس جابت اخرها. في ناس دلوقتي بقت تحت الصفر، الناس ما بقتش عارفة، يعني مش لاقيين فعلا ياكلوا. ده انا بتكلم في حتة الاكل، انا ما اتكلمتش على حاجات تاني. انا ما اتكلمتش على ولا ايجار شقة ولا غاز ولا كهرباء ولا مية، ولا اتكلمت على ده. انا ما اتكلمتش على مدارس ودروس ومواصلات وكل كوم العلاجات والكشوفات واللي عايز يعمل تحاليل، ومفيش بيت ما بيعملش الحاجات دي، كل يوم بيطلع حاجة. انا اعرف ناس امراض مزمنة لما بيخلص العلاج ما بيجيبوش، ودي امراض مزمنة يعني لازم العلاج. ليه؟ لان هم معهمش، لان حتى العلاج غلي جدا. مشكورين يعلوا المرتبات والمعاشات، والناس اصحاب المعاشات والمرتبات بيصوتوا مش مفيش حاجة مكفية عشان الغلاء ده كله. طب الناس اللي زي حالتنا عندهمش ولا مرتبات ولا معاشات، ولا بيشتغلوا في قطاع خاص ولا بيشتغلوا في قطاع عام، ولا عندهم تكافل وكرامة، ولا عندهم تموين. يعني احنا بنشتري العيش
احنا بنشتري العيش الرغيف قد كده دلوقتي بقى بجنيه وربع، بنشتري حر مش مدعم. يعني احنا ما عندناش كل ده. طب الناس هتلاحق ازاي؟ وانا زي كتير اكتر من 50% في الشعب ولا عندهم معاشات ولا مرتبات. هيلاحقوا ازاي لما اروح اشتري مثلا اسال على حاجه يقول لي لا ما انا مش عارف سعرها؟ ازاي يعني؟ ما انت واقف ليه؟ ما انت واقف تعمل ايه؟ يقول اصل كل ساعه بسعر. طب هنلاحق على كل ساعه بسعر دي ازاي؟ ازاي هنلاحق على ده لما واحد يكون شغال باليوم؟ احنا كده وناس كتيره كده، والشغل يوم و10 لا. طيب الناس دي هتعمل ايه على غلاء كل ساعه؟ احنا بقينا فريسه للتجار وبقينا فريسه لاصحاب المصانع. حد يطلع يفهمنا. طب الحاجه غليت والغلا على العالم كله، مش احنا بس العالم ما بيشكيش زي هنا، ما بيشكوش زي الناس هنا. الناس بقت تحت الصفر، الناس بقت مش لاقيه تاكل عيالها. طب غلت الاسعار غليت، طب ما فيش سقف بقى للاسعار دي؟ مش هتقف؟ هنفضل كده؟ كل اللي طالبينه ان احنا عايزين نفهم هنوصل لحد فين، ايه اخرة اللي بيحصل. بس هو ده اللي احنا عايزين نعرفه، يا ريت تفهمونا.